صباح الخير. طبعا الحين توني مرة مجهز حالي وطالع الحين هاف مون. اليوم في حملة تنظيف، مجموعة غواصين طالعين، وإن شاء الله بغطي لكم الموضوع كامل بإذن الله. وصلنا هاف مون والحين بنصرح. هذا الشباب ما شاء الله ورانا. احنا في العادة شباب نغوص علشان نستمتع أجل الغوص. اليوم نغوص علشان غيرنا بالمستقبل يغوص، لأن الإحصائيات العالمية تقول إن في 2020 بعض الإحصائيات 2021 احتمال يكون عدد المخلفات في البحر مساوي لعدد الأسماك. تقول إن 100% من السلاحف حول العالم تتضرر من أثر المخلفات. بعض الإحصائيات تقول 50% من طيور البحر في العالم متضررة من المخلفات. في أنواع معينة من الطيور، بتكلم واجد عن الإحصائيات، في أنواع معينة من الطيور 90% منها اللي وجدت ميتة طيور بحر شافوا إن في بطنها بلاستيك. وش الهدف من البرنامج؟ الهدف من البرنامج إني أتعلم كيف تزيد المخلفات وما هي التي يجب إزالتها، وش المخلفات اللي ممكن أخليها ما أزيد. الهدف الثاني إني أنقل هذه الثقافة إلى الغير. بعد ما أخذنا معلومات من الكابتن يوسف، الحين نجهز حتى ننزل في البحر. الكل جاهز تقريبا ما شاء الله. باقي شوي وننزل، صح ولا لا؟ قول جاهز؟ جاهزين؟ خلاص يلا يلا يلا. الكابتن قال جاهز خلاص. طبعا احنا مجموعتنا كانت 3 غواصين مع بعض، كل 3 مع بعض، وكانت مجموعتنا فيها 28 غواص. نعطي إشارة النزول حتى نبدأ نزول. يلا نقول بسم الله. كاس شاي. هذا أنا كيسي فاضل الحين ما عبيت شي طبعا. وهذه أول قطعة نحطها في الكيس إن شاء الله. العنافيس طبعا لازم يجوا يسلموا علينا ويشكرونا أتوقع عشان احنا ننظف لهم المكان. تفضلوا.
وهذا صحن القلابة وصل. هذا آخر شي نشوفه في الغوصة الأولى. السائحين والمصطادين جاي الصيف والأجواء جميلة، فحافظوا على البحر حق أبناء الأجواء الجاية إن شاء الله. بالتوفيق. طبعا ده اللي شفتوه الحين حصيلة الغوصة الأولى. بعد الحين الغوصة الثانية بنطلع زيه يمكن أزيد. نبدأ الغوصة الثانية زي ما نهينا الأولى. هذول ما شلتهم انا صراحة، لان اتوقع عليهم كائنات بحرية، مفروض ما اشيلهم لا يموتوا برا المحل. هذه حصيلة الغوصة الثانية، هذا اللي قدرنا عليه. خلاص وزنته؟ كم طلع؟ 6.3. هذه حصيلة الغوصة الثانية، 126 كيلو من الأوساخ. طبعا زي ما انتم شايفين خلصنا تنظيف، حملة التنظيف خلصت اليوم. مجموع الأوساخ اللي طلعت 126 كيلو. طبعا هذه محسوبة وما قصروا الشباب صراحة، جهود جبارة صراحة. هذه بس طبعا مجموعتنا احنا 126 كيلو، في مجموعات ثانية من الغواصين، كباتن ثانية ومجموعات ثانية طلعوا ممكن أكثر من هذا الوزن. على العموم يمكن في ناس تجهل مشاكل وأخطار الأوساخ هذه على البيئة البحرية، على السلاحف مثلا، على الأسماك، على الطيور البحرية. 90% يمكن أقل أكثر تسبب في موت الكائنات البحرية، تسبب في أضرار، تسبب في مشاكل. وفي ناس أكيد تعرف هذه المعلومات، مي جديدة عليها. فنتمنى أن الأيام الجاية يصير الإنسان عنده ثقافة يعني أفضل، ويهتم في نظافة البيئة حقته، يهتم في البحر، يهتم في الكائنات الحية، لأن في النهاية هذه كلها تعود بالنفع علينا إحنا. إذا كانت بيئتنا نظيفة، أكلنا سمك نظيف، وزادت الحياة البحرية، وتكاثرت الأسماك، وصارت صحية، وصارت الحياة أفضل يعني. فنتمنى من الجميع أن ينشر الفيديو حتى تعم الفائدة، ومشكورين. نشوفكم على خير، مع السلامة.